الزمالك بينهار. شبح الإفلاس الذي يواجه الزمالك بدأ مردوده. الزمالك شبه فلس والناس واقفه بتتفرج. انا بس عايز افهم حاجه، هو الزمالك ده مش نادي تابع للدوله؟ هو فين دور الدوله مما يحدث داخل نادي الزمالك؟ لو في نيه مبيته ان الزمالك يروح للهويه ويبقى زيه زي الاسماعيلي، عرفونا بدل ما بيتوجع قلبنا وبيتحرق دمنا كل يوم بدل المره 100 مره. اصل مش طبيعي كل ما الزمالك يحاول يشم نفسه ويقف على رجله شويه يحصل فيه اللي بيحصل ده. كل اللي الزمالك فيه ده وكل اللي الزمالك وصل له وكل الازمات والمشاكل اللي فيها الزمالك دي سببها سحب ارض اكتوبر. كل هذه المشاكل اللي فيها نادي الزمالك في الوقت الحالي، في الوقت الراهن اللي احنا بنتكلم فيه، سببها هو سحب أرض النادي. ومش فاهم الدولة سخنت ليه قوي كده على حتة الأرض اللي كانت مخصصاها للزمالك؟ ما تعتبروها زي الأرض اللي كانت معمولة جراج للنادي الأهلي. اشمعنى عند الزمالك بنقف وما بنستناش؟ اشمعنى عند الزمالك سنين سكاكيننا على الحق قوي؟ انتوا شفتوا وصلتونا لإيه؟ شفتوا وصلتونا لحد إن الجمهور نفسه بقى يفكر في إيه؟ ان كل مشجع زملكاوي يطلع مبلغ من معاه، مبلغ رمزي جدا يساعد بشكل كبير جدا في حل ازمه نادي الزمالك. طبعا فكره لم التبرعات وهل ده يعقل؟ وهل ده كلام يخش العقل؟ الزمالك ده وراه جمهور بالملايين في كل انحاء الوطن العربي، ازاي اصلا يبقى ده الحال وازاي نوصل لكده؟ هو فين مجلس اداره الزمالك؟ معلش، هو الكابتن حسين لبيب فين؟ بقاله 5 شهور قاعد في البيت. فين مجلس الاداره وايه دوره من اللي بيحصل دلوقتي؟ انتوا بتعملوا ايه وايه لازمتكم؟ مجلس اداره الزمالك لازم يستقيل او يتحل. انا عايز افهم فين الدوله اللي كانت كل كام شهر تحل لنا مجلس اداره؟ اشمعنى مجلس الاداره ده اللي على هواكم ومكمل يعني؟ هو في فشل اكتر من كده انتوا مستنيينه لمجلس الاداره دوت عشان تحاسبوه؟ طبعا فشل، وفشل ذريع كمان. لما نادي الزمالك في ظل وجودكم يوصل للمرحله دي يبقى فشل منكم انتوا مستلمين براند هو اصلا بايع نفسه. انت بتتكلم في نادي باسمه وتاريخه وجماهيريته وشعبيته وموقعه، كل حاجه فيه مسوقه لنفسها. فكون ان انت ما قدرتش تستغل ده وتطلع منه فوائد للنادي اللي انت بتديره يبقى انت فاشل والزمالك كبير عليه والمسؤوليه دي اكبر منك بكتير. انا بناشد كل المسؤولين في مصر من اول رئيس الجمهوريه، نادي الزمالك مش فرقه صغيره ولا نادي صغير، وجمهور الزمالك بالملايين. نادي الزمالك هو احد رموز الرياضه والكره المصريه عبر التاريخ. لازم الناس تتدخل، لازم يكون في حلول يلحقوا بيها الزمالك من الضياع اللي هو فيه، ولازم يكون في استثناءات من الدوله لنادي بحجم الزمالك. يا جماعه ده الموضوع وصل لان الجمهور يقول نلم تبرعات للنادي. شفتوها في اي حته في الدنيا دي؟ فين رجال الاعمال بتوع اللقطه؟ ولا ما بتظهروش غير وقت الشو بس؟ عمري ما كنت اتخيل ان يجي عليا يوم اسمع فيه كلمه ان الزمالك بيعلن افلاسه. احنا بقى كجماهير الزمالك هنفضل ورا الزمالك مهما حصل وفي اي ظرف وفي اي وقت. بس بنسال، هو فين دور الدوله من نادي الزمالك؟ ليه نادي الزمالك ما بيتعاملش كنادي دوله زيه زي الاهلي؟ ليه نادي الزمالك ما بياخدش 10% من المساعدات اللي بياخدها الاهلي؟ ليه نادي الزمالك ما بياخدش 10% من الدعم اللي بياخده الاهلي؟ ليه نادي الزمالك لما نشوفه بينهار كده نقف نتفرج عليه؟ الا لو انتوا بقى مخططين وناويين ان الزمالك ما يبقاش موجود.